شاء الله هنتكلم كلمتين دلوقتي على المنهج الجديد سواء ثالثه اعدادي، تمام، سواء الطلاب اللي داخلين تانية اعدادي واللي داخلين لسه اولى اعدادي. اولا طلاب اولى اعدادي اكتر ناس مرتاحه، يعني منهجهم جميل وبسيط ولذيذ، هيبقى ان شاء الله لذيذ معاهم وجميل، هيوصل بسهوله ان شاء الله. والحمد لله الناس جابت درجات كويسه السنه دي. تاني اعدادي المنهج يعني ما الوزاره قالت هتعدل وما عدلتش حاجه لينا، فنشكر الوزاره على التعب والمجهود اللي هي عملته عشان خاطر ايه الطلاب وعشان خاطرنا احنا كمان. تمام. فمنهج تاني اعدادي متعب متعب، بس ان شاء الله هنعمل اللي علينا وهنجتهد فيه ايه على قد ما نقدر ان شاء الله، وهنحاول نصور لكم فيديوهات شرح عشان تقدروا تراجعوا من خلالها. تاني حاجه منهج تالته اعدادي منهج لذيذ جدا وبسيط، اول درسين فيه نزلوا تقريبا فبسيط، على اول درس فيهم منهج جميل جدا جدا، يعني مش متقلين. يعني عن رايي الشخصي انا متواضع ان منهج ثالثه اعدادي اسهل من منهج اولى ومن منهج ثانيه، يعني اسهل من منهج اولى ومنهج ثانيه فعليا والله. منهج ثالثه اعدادي هيبقى بسيط جدا ولذيذ هيراضي الطلاب اللي طلع منهم السنه اللي فاتت سواء في الدراسات في العلوم في باقي المواد. تمام. فالمناهج دي سهله جدا. منهج البكالوريا برضو اللي هو تانية ثانوي بكالوريا بصراحه منهج برضو يعني لحد دلوقتي جميل جدا. انا مش عارف ايه الاختلاف اللي حصل بين مدرسين التاريخ ومدرسين الفلسفه. مدرس الفلسفه بقى بيغلط في مدرس التاريخ ومدرس التاريخ بقى بيغلط بتاع الفلسفه. مين على حق مين على باطل؟ هو المنهج كله تاريخ يا جماعه، بس في العموم اللي يجتهد ويسعى ربنا يوفق الجميع، المجال مفتوح. بس يا ريت نحترم تخصصات بعض ومحدش يهين التاني. التوفيق يا ابطال ومنتظركم في 2027. بس الجغرافي شلشرمون، من يا القمح في انتظاركم باذن الله.